سنة 2024 في عزبة هادية كانت ريحة الشوي مالية المكان. الجيران كانت فاكراها لحمة ضاني بتتشوي، لكن الحقيقة كانت أبشع من أي كابوس. لما الباب اتفتح لقوا الدم مغرق المطبخ وأشلاء بني أدمين لأسرة كاملة متقطعة بمنشار كهربي ومرمية في كل ركن. جزء اتحرق على نار هادية، وجزء اتحط في الفريزر، وجزء تاني اتحدف لكلاب الشوارع. جريمة تقطع القلب، ومحدش كان يتخيل انها حصلت جوه بيت معروف عنه الهدوء والستر. وعشان نفهم القصة وتفاصيلها خلونا نروح سوا لمحافظة الغربية في عزبة رستم. كان صباح يوم خميس في أول كام يوم من شهر يونيو سنة 2024. العزبة الصغيرة كانت عايشة أجواء العيد، عيد الأضحى، وكان اليوم الخامس من العيد. الفرحة مالية المكان، والريحة كانت كلها لحمة مشوية، وكل واحد في العزبة كان حاسس بالبهجة والفرحة. لكن ورا باب من أبواب العزبة كانت فيه كارثة محدش يتخيلها. في الظهرية بدأت مناخير الناس تشم ريحة غريبة. في الأول افتكروا إنها ريحة شوي عادية، لكن كل ما الوقت كان بيعدي الريحة كانت بتزيد وتبقى أوحش. حاجة غريبة، مش ريحة لحم بقري ولا ضاني، لأ، دي كانت ريحة تقرف، حاجة كده تقلب المعدة، مش مقبولة لا للعقل ولا للجسم. والريحة دي كانت طالعة من بيت الست بدرية، الست الطيبة اللي عدت 50، وكل الناس يعرفوها بحبها للحيوانات الصغيرة بتاعتها. الست بدرية صاحبة 55 سنة، أم ل3 أولاد، أكبرهم محمد عنده 29 سنة، محامي مشهور في القرية وبيقولوا له يا سيادة المستشار، وأمينة بنت في العشرينات عندها 23 سنة، ومحمود أصغرهم عنده 17 سنة. ريحة الشوي فضلت ساعات، ولما جه تاني يوم الصبح الجيران لاحظوا ان الريحة لسه طالعة من البيت، كأنهم بيشووا لحم طول الليل. الناس بدأت تقلق بجد لما لاحظوا ان محدش من العيلة بان، ولا حتى الست بدرية اللي عمرها ما كانت بتغيب عن حيواناتها. ايه اللي حصل جوه بيت الحاجة بدرية؟ وازاي الأحداث الغريبة دي انتهت بمجزرة بشعة تعتبر أفظع وأوحش جريمة حصلت في تاريخ القرية، ويمكن كمان في تاريخ مصر كلها؟ فضل أهالي القرية محتارين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل جوه بيت الست بدرية، لحد ما فجأة ظهر ابنها الكبير محمد وخرج من البيت لابس ومتشيك ورايح للجامع عشان يصلي الجمعة. شكله كان طبيعي جدا، هادي، والناس كانت بتسلم عليه وبيقدموا له التحية كالعادة. بس أثناء الخطبة الإمام بدأ يتكلم عن حرمة الدم وحرمة قتل النفس، وساعتها محمد بدأ يعيط قدام الناس. بكائه كان غريب ومفاجئ، لأن الكل عارف إن هو مش من النوع العاطفي، بالعكس ده دايما كان صارم وما بيهزرش. وبعد الصلاة سألوا أحد الجيران عن أمه وإخواته، فرد محمد ببرود وقال له إن أمه سافرت مع إخواته وهيرجعوا بعد كام يوم، بس الريحة اللي طالعة من البيت كانت بقت زي جرس الإنذار مش بيبطل، والناس ما بقوش مصدقين أي تبرير. ومحمد كان بيتحرك عادي، راح السوق يشتري شوية حاجات، لكن القلق كان بيزيد في قلوب الجيران. محدش قدر يقتحم البيت، لكن المحاولات للخبط على الباب كانت كتير، يمكن محمد يطلع ويقول سبب الريحة البشعة دي ايه، ولكن كل المحاولات كانت من غير اي رد. الريحة بقت لا تطاق واتخلطت بنفس الناس اللي قرروا يتحركوا المرة دي بجد. مجموعة من الرجالة اتجمعوا قدام البيت وبدأوا يخبطوا جامد، بس مفيش رد، الباب مقفول والشبابيك ساكتة زي القبر. وفجأة في لحظة فضول فيها خوف، واحد قرب من شباك بيطل على جوه البيت وبص بسرعة، لكن اللي شافه خلى قلبه يقف للحظة. الدم مالي أرض المطبخ، وأشلاء صغيرة متبعترة، وسكاكين وأدوات حادة مرمية في كل حتة. مفيش مجال للشك، جريمة حصلت، بس مش جريمة عادية، دي جريمة مش شبه أي جريمة تانية. مفيش جثث كاملة، فتفيت بني أدمين ما تعرفش تبدأ منين ولا تنتهي فين. على طول اتصلوا بالشرطة، وفي دقايق وصلت قوة الأمن ودخلوا البيت مع شوية من الأهالي اللي لسه مش مصدقين اللي شافوه من الشباك. وأول ما دخلوا خبط في مناخيرهم ريحة بشعة، ريحة جريمة ممزوجة بريحة كيماويات حارقة، كانت بتقول إن اللي حصل هنا مش مجرد عملية قتل، دي
مذبحة كاملة الأركان. الشرطة بدأت على طول تدور على محمد الابن الكبير اللي كان هربان، اللي بقى هو المشتبه فيه الرئيسي والوحيد، خصوصا بعد ما الجيران حكوا عن ظهوره الأخير وإنه كان بيحاول يتصرف طبيعي رغم كل الريحة دي اللي كانت حتى باينة على هدومه. وفي خلال ساعات الشرطة قبضت على محمد وما قاومش، سلم نفسه. قبضوا عليه وبدأوا التحقيق معاه، وبمجرد ما الشرطة دخلت البيت معاه اتحولت الشكوك كلها ليقين واضح. البيت من بره كان ساكت بس من جوه كان بيصرخ صرخات صامتة من أشلاء ودماء ووحشية ملهاش وصف ولا شبه أي حاجة شافها المحققين قبل كده. الأوض اللي كانت من أيام مليانة بأم حنونة وولاد ضحكتهم مالية المكان اتحولت لمشاهد من فيلم رعب حرفيا. المعاينة بدأت من المطبخ، وهناك كانت الصدمة الأولى. فتحوا فريزر التلاجة لقوا جواه أكياس سودة، ولما فتحوها لقوا أجزاء بشرية متخزنة بعناية، دراعات وحتت من الجذع محطوطة. كان اللي عامل كده كان ناوي يخليها أطول فترة ممكنة في الفريزر. ومن ناحية تانية في المطبخ لقوا حلل كبيرة متغطية جواها بقايا عظم محروق في مراحل مختلفة من التفحيم. شكل محمد ما قدرش يولع في الجثث مرة واحدة، فكان بيولع جزء جزء. بقع الدم كانت ناشفة ومتجمدة على الأرض حوالين البلاعة، وعلى الحوض كان في آثار تقطيع وبقايا كيماويات وسكاكين مليانة دم. والأدهى إنهم لقوا صاروخ كهرباء كبير متثبت على ترابيزة حديد وعليه بقايا لحم ودم، ومتركب عليه سكاكين لسه فيها أثر الدم. الصاروخ ده اللي المفروض بنقص بيه حديد أو خرسانة، محمد حوله لأداة تقطيع لحم بشري، ومش أي لحم بشري، ده لحم أمه وإخواته. وفي ركن من الحظيرة لقوا موقد حديد كبير فوقه عظم نصه محروق، ولسه في حتت من أنسجة بشرية. عظم متشف من اللحم. تخيل منظر في قمة البشاعة. ولقوا أوعية بلاستيك فيها منظفات مركزة، بعضها فاضي والبعض التاني مخلوط بحمض بمية نار، في محاولة منه إن هو يدوب باقي الجثث. المكان كان عامل في الاستعدادات والأدوات كأنه مكان مجهز لناس هتضحي وهتذبح ذبيحة في العيد الكبير. حاجة في منتهى البشاعة. محمد اللي كانوا بيسموه في القرية سيادة المستشار ما كانش مجرد شاب طموح عايش مع عيلته، ده كان جواه طمع مرضي وحب سيطرة بدأ يظهر من بعد ما أبوه مات. رغم إنه هو الابن الأكبر وكان محامي ومتعلم وبيتعمل له ألف حساب، لكن أول ما الأب توفى الدنيا ولعت في البيت الكبير اللي مكون من 4 أدوار. محمد ما كانش راضي بحاجة أقل من السيطرة الكاملة، عايز يمتلك كل حاجة، البيت والأرض والحظيرة وحتى البهايم بتاعة العيلة. فكرة إن أخته أمينة أو أخوه محمود ياخدوا أي حاجة من الورث كانت بتخلي دمه يغلي من غير سبب، خصوصا أمينة اللي عمره ما اعترف إن ليها أي حق، بس لمجرد إنها بنت، مع إنها السند الحقيقي لأمه. صوت الخناقات في البيت ده ما كانش غريب على الجيران، كتير سمعوا صريخ بيجي من جوه البيت، بس محدش كان يتخيل إن الخلافات دي هتنتهي بالشكل ده. الحاجة بدرية اللي كانت بتحاول تحافظ على البيت من التفكك قررت تدي لمحمد شقة لوحده فوق في الدور الأخير يمكن يهدى ويبعد عن إخواته، لكن اللي ما كانتش تعرفه إن العزلة دي كانت بداية النهاية. محمد ما شافش في قرار أمه غير خيانة، حس إنها بتدي أمينة ومحمود حق مش من حقهم، وإنه اتشال من الصورة واتحط على الرف، وإنهم بيخططوا يحرموه من كل حاجة. غضبه اتحول لكراهية، والكراهية قلبت له جنون. كل لحظة قضاها في الشقة دي كانت بتغذي شعوره بالظلم، وإن الوقت جه عشان ياخد حقه بالقوة. في التحقيقات محمد اعترف إنه استغل ليلة من ليالي العيد وقت ما كانت العيلة في حالة استرخاء، وخلط مادة مخدرة قوية في العصير، وقدم العصير لأمه وإخواته، واستنى لحد ما اتأكد إنهم فقدوا وعيهم تماما، وساعتها بدأ ينفذ خطته الحقيرة واحدة ورا واحدة. بدأ بأمه الحاجة بدرية، شدها على الحظيرة أكتر مكان كانت بتحبه، وهناك قطع راسها بمنشار كهرباء حاد اللي احنا بنسميه الصاروخ. بعد كده راح لأمينة اللي كانت لسه نايمة تحت تأثير المخدر، وعمل معاها نفس الفعل الوحشي. وأخيرا خلص على أخوه الصغير محمود بنفس الطريقة، ذبحهم كأنه بيذبح فراخ. انت متخيل البشاعة كانت عاملة ازاي؟ الدم كان في كل حتة،
ومسك كل جثة وبدأ يقطعها لحتت ويعلقها تتصفى من الدم، حاجة في منتهى البشاعة والحقارة، كأنها عملية جراحية، لا تردد ولا رعشة في قلبه ولا حتى رمشة عين. ما وقفش عند القتل، لا، ده بدأ يشيل اللحم من على العظم، بدأ يشفي اللحم من العظم ويقطع الجثث حتت صغيرة بالصاروخ الكهرباء عشان يبقى سهل انه يتخلص منها. لدرجة لما الشرطة جت ما قدرش الطب الشرعي يميز لحم الأم عن الأخ عن البنت، حاجة في منتهى البشاعة. وعلى مدار 3 أيام كاملة كان بيحرق شوية في الحلل ويخزن شوية في الفريزر وشوية يرميهم للكلاب في الشارع. خطته كانت انه يدوب العظام في الأحماض الكيماوية ويخبي الرؤوس في أرضية البيت. جريمة كاملة ما كانش المفروض تسيب وراها أي أثر، لكن اللي ما خدش باله منه كانت الريحة. الشرطة بدأوا الحفر جوه البيت في نفس المكان اللي محمد بنفسه قال عليه. لقوا 3 رؤوس مدفونة بعمق نص متر بس، ملفوفين فوق قماش متقطع وبيطلع منهم ريحة بشعة من شدة التعفن، رغم ان هو حاول يغطيهم. كل الأدلة اللي الشرطة لقيتها في البيت كانت قاطعة، مفيش أي مجال للشك ولا في حتى احتمالية البراءة. الجريمة كانت باينة وبشعة، وفي الآخر محمد ما كانش في لحظة ضعف ولا حتى في نوبة غضب، لا، ده كان بيخطط وبيجهز أدواته وينفذ كل خطوة بدقة كأنه بيعمل وصفة موت. في التحقيقات الرسمية ما أنكرش حاجة، اعترف بكل اللي عمله بصوت واطي، وش ما فيهوش أي ملامح ندم ولا دمعة نزلت من عينيه. قال للمحققين إنه كان خايف الجثث تتعفن والريحة تفضحه، فعشان كده خبى شوية في الفريزر وشوية كان بيحاول يدوبهم والباقي وزعه على الكلاب. كان بيتكلم عن أمه وأخته وأخوه كأنهم مجرد فضلات مش بني آدمين. ولما سألوه عن السبب قال بكل بساطة إن الخلاف على الورث هو اللي وصله لكده. شايف إن هو أحق بكل حاجة لأنه هو الكبير، هو الأوعى، هو الأكفأ في الإدارة، ده من وجهة نظره. قالها من غير تردد كأن ما بقاش بني آدم. كل اللي سمع اعترافاته من الشرطة للنيابة للجيران اللي اتسربت ليهم التفاصيل كان في حالة صدمة. محمد اللي كانوا شايفينه شاب محترم مهندم مؤدب متدين وملوش في المشاكل، طلع ورا القناع ده مجرم مخضرم طماع لأقصى درجة، عايز يورث كل حاجة لنفسه. قرر يطرد أمه وأخته وأخوه من الدنيا كلها زي ما هو طردهم من عقله وقلبه من بدري. ما كانش في قلبه وعقله إلا المال والأرض والحظيرة والبيت، ما ينفعش حد يقسمه فيهم، دول لازم يكونوا ليه هو وبس. الجريمة دي بكل تفاصيلها المرعبة ما هزتش عزبة رستم بس، دي رجت مصر كلها. ولما رئيس النيابة سأله عن إحساسه بعد اللي حصل ما بانش عليه أي حزن، بالعكس اتكلم بس عن قلقه من الريحة اللي ممكن تطلع وصعوبة التخلص من العظم. كان بيتكلم عنهم كأنهم زبالة مش بشر. بعد الجريمة محدش بقى يقول عليه سيادة المستشار، اسمه بقى بيتقال بهمس بخوف من اللي عمله. في ناس وصفوه بالشيطان وفي ناس قالت ده مريض نفسي، بس الأغلبية كانت شايفة إن الطمع هو اللي حوله للوحش ده، كائن بشع ما يعرفش الرحمة. النيابة بدأت تجهز ملف القضية واستجوبوا الشهود والجيران ورفعوا البصمات، صوروا البيت بكل تفصيلة. الأدلة كانت واضحة والاعترافات كاملة، مفيش أي مجال للدفاع، مفيش شريك ومفيش حد تاني. محمد عمل كل حاجة بإيده وبدماغه وبأدواته. الجيران معرفوش يرجعوا لحياتهم الطبيعية، الرعب سيطر على العزبة، خاصة الناس اللي عاشوا جنب البيت ده من سنين وكانوا دايما بيسمعوا ضحك العيلة دي في العيد والمناسبات. في ناس حاولوا يلاقوا تفسير نفسي أو ديني أو حتى اجتماعي، بس الحقيقة إن مفيش حاجة تقدر تبرر اللي حصل. جريمة بالشكل ده بالحجم ده بالوحشية دي مفيهاش أعذار. في النهاية هل كانت الست بدرية تتخيل وتتوقع في يوم إن ابنها الكبير البكري بتاعها اللي طول عمرها شايفاه نور عينيها سندها وظهرها في الدنيا بعد ما جوزها مات، اللي ربته بإيديها لبسته أحسن لبس وسهرت وتعبت عشانه وعلمته عشان يبقى سيادة المستشار إنه هيقتلها بإيده ويقطع لحمها ويشويه كأنها ذبيحة في إيده، ما خطرش في بالها لحظة إن اللي حضنته وهو عيل هيبقى هو نفسه اللي هيجز راسها وهي نايمة ويشوي لحمها
ويرميه لكلاب الشوارع. ما عرفتش ان نهايتها مش هتكون في سريرها ولا وسط ولادها، نهايتها كانت في كيس اسود جوه فريزر. قصة محزنة ومؤلمة وبشعة. الله يرحمك يا ست بدرية، انتي وأمينة ومحمود، وربنا ينتقم من ابنك محمد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والكومنت، واللي بيشوفني لأول مرة ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.